اهو يا شباب، وهعمل ريفرش برضو عشان تتاكدوا يبقى في مصداقيه اهو، عشان في ناس بتقول لك انت بتلعب في الارقام وما اعرفش ايه اهو قدام عينك، ولا قطعت حاجه ولا منتجت حاجه. نعمل ريفرش كمان اهو. تمام. 30 مليون 249 الف. اول 10 ثواني اتكلم وانت مثلا باصص للكاميرا، ال10 ثواني اللي بعدها ممكن تبعد ورا شويه كده، ال10 ثواني اللي بعدها ممكن تقرب لي من الكاميرا كده، مفيش مشكله. ال10 ثواني عايز تطلع من الكادر مش هقول لك لا، براحتك يا معلم، اعمل اللي انت عايزه، عايز تطلع من الكادر بكيف كيفك. قبل ما ابتدي واقول لك ازاي قدرت في الفيسبوك اجيب اكتر من 70 الف متابع، وازاي مشاهداتي عدت ال 30 مليون مشاهده، انا لازم اوريك الدليل قبل ما نقول سلام عليكم في الفيديو. صلوا على النبي بس قبل اي حاجه وتعالوا بينا. دي الصفحه الرسميه بتاعتي في الفيسبوك، واللي عملتها من 3 شهور او 4 شهور تقريبا، عشان ما اكونش بضحك عليك ويبقى في مصداقيه. تعالى دلوقتي نخش كده على الرؤى. تمام. انا جايب في اخر 28 يوم، يعني الشهر ده بتاع 3 مليون ونص، 3 مليون ونص مشاهده. تمام. طيب، طب ازاي بقى انت بتقول 30 مليون؟ تعالى بقى من اول ما الصفحه اتعملت النهارده، مثلا انت بتتكلم في 1/8، ارجع مثلا كده حبه حلوين، يعني عشان بس مش عارف التاريخ بالظبط، فهنرجع مثلا بتاع 7 شهور. زي ما انت ما شايف 30 مليون مشاهده، 249,804 اهو يا شباب، وهعمل ريفرش برضو عشان تتاكدوا يبقى في مصداقيه اهو، عشان في ناس بتقول لك انت بتلعب في الارقام وما اعرفش ايه اهو قدام عينك، ولا قطعت حاجه ولا منتجت حاجه. نعمل ريفرش كمان اهو. تمام. 30 مليون 249 الف. طيب، بالنسبه بقى للتفاعلات، انا جبت قد ايه؟ جبت كام لايك؟ جبت كام شير؟ جبت كام كومنت؟ زي ما انت ما شايف، اكتر من نص مليون تفاعل، اكتر من 10,000 شير، واكتر من 6700 تعليق. ايه الخلطه؟ وبالتحديد برضو عشان تبقى انتوا شايفين، اكتر من 543 الف من التفاعلات. تمام، عشان تبقى انتوا شايفين كل حاجه اهو. اهو. طيب، الخلطه فين؟ السر فين؟ قبل اي حاجه، انا قبل ما اديك النصايح كان لازم اوريك الدليل. ليه لازم اوريك الدليل؟ لان ببساطه شديده سهل خالص ان كلنا نصور فيديو ونقول لك ازاي تنجح في الفيس وتجيب متابعين وتجيب الكلام ده كله، سهل جدا. طيب، بالنسبه للمتابعين برضو عشان نسيت اوريها لكم، لو جينا للجمهور اهو، اهو وبرده هتلاقي 71,450. ايه من ريفرش تاني يا عم محمد؟ زي ما انت ما شايف اهو. طيب، الشهر ده بس جبنا كام؟ جبنا كام متابع؟ جبنا، هو مش عارف هو ما جابهاش ليه، جبنا 5200 متابع. تمام. الخلطه فين؟ الخلطه ببساطه شديده ان كان لازم قبل ما اقول لك النصايح اللي هعرفها لك دي، كان لازم اعرفك ان بعد تطبيقي للنصايح، بعد توفيق ربنا، قدرنا نوصل لكل اللي قدامك ده. طيب، بص يا شباب، مش شرط او مش لازم ان انا اقول لك ان الفيديو ده مدفوع، او ان الفيديو ده عباره عن كورس وتدفع فيه 2000 و3000 جنيه عشان تركز معايا. لا حضرتك، الفيديو ده فيه معلومات بتتباع في كورسات اقسم بالله ب 2000 وب 3000 جنيه، وانت بتبقى دافع على قلبك زي العسل. مش معنى ان الفيديو ده ببلاش ان هيبقى فيه معلومات اي كلام. الفيديو ده انا اشتريت كورسات اللي انا بكلمك عليها بدون ذكر اسامي الكورسات دي ايه، وجاي اديك المعلومات دي. اول حاجه دايما بقولها يا جماعه، لما تكون بتعمل اي فيديو، ركز معايا بقى في النقطه دي، لان النقطه دي هي الفيصل بتاع الشغل بتاعنا. النصيحه معايا وهي ان انت حضرتك لازم تهتم بالهوك. يعني ايه الهوك؟ الهوك ده حضرتك لو فيديو كبير زي الفيديو اللي انت بتتفرج عليه بنسميها اول 30 ثانيه، ولو فيديو قصير زي فيديوهات الريلز او الفيديوهات القصيره، بيبقى طبعا الفيديوهات دي بتبقى دقيقه، فالهوك فيها بيكون اول 5 ل7 ثواني. أنا عايزك في الأول ثواني دي تقول جملة تخلّي المتابع أو المشاهد اللي بيتفرّج على الفيديو يكمّل الفيديو للآخر. يعني مثلًا أنا باتكلّم على أضرار القهوة، ما ينفعش في البداية أقوم قايل لك إيه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، النهارده إن شاء الله سوف نتحدث عن، أنت وأنت بتوصل للكلمة دي كان زماني قلّبت في 40 فيديو. طبعًا السلام لربنا وسلِّم على الناس وفكّر الناس بالصلاة على النبي، بس بعد ما تقول الhook عشان تضمن إن هم يكمّلوا معاك الفيديو. يعني أنت مثلًا في الhook تقول إيه، باقول لك إيه، تعرف إن القهوة ممكن تعمل في صحتك أضرار كبيرة جدًا، جدًا، جدًا لو أنت ما اتفرّجتش على الفيديو ده. شُفت الhook قوية إزاي؟ ببساطة شديدة أنا لو سمعت منّك جملة زي دي وأنا واحد باشرب قهوة أو حتى ما باشربش قهوة، هاكمّل الفيديو بتاعك. تمام. دي نقطة. النقطة التانية وهي مهمة جدًا، 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 إن أنت حضرتك تهتم بالصوت بتاعك في الفيديو. يعني إيه أهتم بالصوت بتاعي في الفيديو؟ بُص يا باشا، أنت دلوقتي فيديو زي اللي أنت بتتفرّج عليه ده، معلش أنا آسف، أنت مُجبر تكمّله؟ هتقول لي طبعًا لأ، أنت مش جابرني إني أكمّل الفيديو، أنا باكمّل الفيديو لإن أنا فعلًا عايز المعلومات اللي فيه. طب حلو أوي. طب أنا حضرتك معلش لو باكلّمك وقافل المايك، هتكمّل الفيديو؟ أنا لو هادّيك فلوس مش هتكمّل. ليه؟ لإن الصوت هيأذي لك ودنك. بُص،
أنا ما عنديش مشكلة إن الجودة ما تكونش أحسن حاجة، الفيديو اللي أنت بتتفرج عليه ده متصور بالتليفون أصلًا، مش مصوّره بكاميرا. الإضاءات يمكن إضاءات متواضعة soft box وring light عادي، يعني مش حاجة مثلًا الواو، مش مثلًا حاجة ب100.000 جنيه إضاءات، لأ. ورايا لمبة بكشاف محطوطة، يعني عادي مش. بس الصوت أنا اشتريت في مايك، الصوت لازم تشتري في مايك. ما تقوليش عادي يا عم محمد وما تعقدش الدنيا، لأ مش عادي، مش عادي والله. ناس كتيرة بيقولوا لك عادي، أنا باقول لك مش عادي، أنا باقول لك مش عادي. أنت تلقائيًا لو فيديو واحد بيتكلم فيه صوته وِحِش مش هتكمّله. أنا ما باقولكش غني، ما باقولكش اعمل فيها عمرو دياب في الفيديو، بس أنا باقول لك اشتري مايك. طب محمد علاء المايكات غالية، وأنت برضه حِس بينا إحنا لسه ناس بادئين، لا هنعرف نشتري مايك ولا بُص حَلّك في الموضوع ده إن أنت تجيب مايك بويا M1. ويا جماعة أنا يمكن الفيديو ده، يمكن المايك ده أعلنت له في أكتر من 100 فيديو. في ناس بيقولوا لي إن أنت شركة بويا متعاقدة معاك، يا جماعة أنا شركة بويا والله ما تعرف إن أنا عايش. وقت اللي بيقولوا لي إن أنت بتعمل لهم إعلان، يا جماعة طب أعمل إعلان لشركة دافعة لي. إنما ببساطة شديدة مايك البويا M1 فعلًا فادني، وفاد منشئين محتوى كتار جدًا، ومايك رخيص، أنت بتتكلم من سكة 300 ل400 جنيه وهتطلع لي صوت حلو. فمعلش أنا متأسف لو أنت ما جبتش مايك ما تبدأش، هات مايك وبعد كده نكمل بقية النصايح. النصيحة رقم 3 معايا وهي ببساطة شديدة حضرتك تغيير المشاهد. ما حدش هيقول لك النصيحة دي إلا إذا كنت أنت دافع له فلوس، وأنا مش طالب منك فلوس، أنا كل اللي طالبه منك إنك تعمل لايك وتشترك في القناة. بُص حضرتك ببساطة شديدة، وأنت بتعمل الفيديو القصير ما تبقاش ممل، ما تبقاش sorry في اللفظ رخم. لأ، طب أعمل إيه؟ أنت دلوقتي أول 10 ثواني اتكلم وأنت مثلًا باصص للكاميرا، ال10 ثواني اللي بعدها ممكن تبعد ورا شوية كده، ال10 ثواني اللي بعدها ممكن تقرب لي من الكاميرا كده، ما فيش مشكلة. ال10 ثواني عايز تطلع من الكادر مش هاقول لك لأ، براحتك يا معلم، اعمل اللي أنت عايزه، عايز تطلع من الكادر بكيف كيفك، تمام؟ يعني أنا أهو مسهّل لك الدنيا وجايب لك النصيحة وجايب لك الزتونة، لا باقول لك اشتري كورس ولا باقول لك مش عارف إيه. يبقى النصيحة رقم 3 تغيّر المشاهد. ممكن تغيّر المشاهد عن طريق المونتاج، كل 5 ثواني تجيب صورة، تجيب كلمة، تحط حاجة على الشاشة، تعمل effect، تعمل انتقالة، تضيف صورة، تحط صورة، تحط فيديو، تشيل فيديو، تطلع برّه الكادر. غيّر المشاهد، هتلعب في الدوبامين بتاع المشاهد، وبالتالي هيكمّل معاك الفيديو لو حتى بيكمّل في موضوع مش هَمّه من أساسه، تمام؟ دي النصيحة رقم 3. النصيحة رقم 4 وهي ببساطة شديدة أنا مش عايزك مُمِل في الفيديو، مش عايزك تبقى كئيب، ما حدش بيحب كده، ما حدش بيحب الواحد يكون قدّامه مُمِل يعني أنت عارف أنا عايز أوصّل لك إيه. يعني مثلًا أنت بتعمل الفيديو ما تبقاش كئيب، ما تبقاش قاعد كده مُمِل، لأ، هايبر. الناس بتحب الهيبرة، الناس بتحب الactions، الناس بتحب الحاجات اللي هو فيها كلام كتير، واحد بيطلع من اليمين وبييجي من الشمال وبيطلع من فوق، فاهم؟ فحاول على قد ما تقدر خلّيك مرن في الفيديو، ما باقولكش خلّيك عبيط ولا خلّيك أهبل تضحّك الناس عليك لأ، بس برضه إيه، في نفس الوقت ما تبقاش مُمِل أوي وما تبقاش مهايبر أوي، أنت فاهم؟ بس يا شباب، السلام عليكم، باي باي.